أطلق شرطي بولاية أمن المدينة الحمراء صباح اليوم بحي الضحى أبواب مراكش التابع لمقاطعة المنارة النار على عون سلطة برتبة مقدم ورئيس من القوات المساعدة، ما أدى إلى إصابة الأول برصاصتين في الفخذ والثاني برصاصة واحدة. وأوضحت مصادر أخبار مع بريس من السلطة المحلية أن سبب هذا الحادث يعود إلى ضبط رجل الأمن متورطا في ارتكاب مخالفة في مجال التعمير بشقته الواقعة بحي الضحى منطقة 20، تتمثل في شروعه في تسوير جزء من الملك المشترك للعمارة وتحويله إلى مرآب خاص بدراجته، وأن ما تعرضه له عون السلطة ورئيس القوات المساعدة كان بسبب تدخلهما الذي يأتي في إطار التصدي التصدي لمحاربة البناء العشوائي. وأضافت المصادر ذاتها أن الحالة الصحية لعون السلطة ورئيس القوات المساعدة مستقرة، فيما لاذ رجل الأمن الذي استعمل في الاعتداء السلاح الوظيفي بالفرار إلى وجهة مجهولة. وأشارت مصادر أخبار مابريس إلى أن هذا الحادث استنفر مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة الحمراء التي حلت بحي الضحى رفقة والي أمن مراكش الذي أشرف على البحث القضائي الذي فتح بتعليمات من النيابة العامة المختصة